انا لسه ماشي دلوقتي من مائده الافطار بتاعه حي المطريه الجميل، وعايز اقول لكم انا على قد ما اتفعصت على قد ما كنت مبسوط جدا جدا جدا. اهل كرم انا ما اكلتش حاجه من على الترابيزات، انا كله نزل لي من البلكونات، نزل لي مكرونه بشاميل، ونزل لي قطايف بيتي وكنافه بالكريمه بيتي، وجالي طبق وشوكه، الوحيد اللي كنت باكل بطبق وشوكه. لا 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 لا, لا يا جماعه، ابناء حي المطريه دول في منطقه تانيه خالص، حته تانيه خالص. الواحد بيحس قد ايه مصر جميله لما يبقى في الاماكن اللي زي دي، رغم ان انا كنت واقف في سنتي في سنتي يعني، وقاعد على ربع سنتي بس. لا 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 لا, لا. الناس دي في منطقه تانيه خالص، ربنا يبارك لهم، وكل سنه وهم طيبين يا رب، وكل سنه يعملوا الموائد دي فطار وسحور، ويعزموا كل حبايبهم. حاجه من ورا العقل بصراحه، تجربه عمري ما كنت اتخيل ان انا عايشها يعني. هشير معاكم فيديوهات مش بروفيشنال طبعا، بقى فيديوهات معموله لايف من المكان واحنا هناك، فهتتخيلوا شويه احنا كنا عايشين فين. بجد بجد تجربه ما تتفوتش، اللي يتعزم يا جماعه لازم يروح. البيت ده بيعمل مكرونه بشاميل حلو. انا عايز حاجه بيت عندك ايه؟ المدام عامله ايه؟ كلها حاجه.